بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يطيب لي مرة أخرى أن أتقدم أمام مجلسكم الموقر بمشروع قانون التصفية رقم 725 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 23 بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، والتي أغتنمها فرصة للتوجه إلى أعضائها بأسمى عبارات الشكر على الاهتمام الذي أولوه لهذا المشروع وتفاعلهم الإيجابي مع مضمونه. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يأتي تقديم مشروع قانون التصفية لسنة 23 لتأكيد التزام الحكومة بتقليص آجال إعداد قوانين التصفية، وذلك من خلال إحالته على المؤسسة التشريعية قبل حلول الأجل القانوني الذي حددته المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية بنحو 39 يوم. ويعد هذا إنجازا يكرس من جديد النتائج التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية على مستوى تقليص آجال إعداد وتقديم قوانين التصفية برسم سنوات 2021 و 22، وهو الأمر الذي يحظى اليوم بإشادة جماعية ويترجم العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة والبرلمان بشكل عام. من ناحية أخرى، مكن العمل المؤسساتي المشترك بين مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات من تقليص أجل إعداد الوثائق المرافقة لهذا المشروع طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي، وهو ما يؤكد بشكل عام على أننا نسير جميعا في الاتجاه الصحيح نحو تجويد آليات المتابعة والمراقبة البعدية، وذلك من خلال جعل قوانين التصفية أكثر اقترانا بقوانين المالية المتعلقة بها، ومن ثم تقوية الرقابة التي يمارسها مجلسكم الموقر على الأداء الحكومي فيما يخص تنفيذ قانون المالية. السيدات والسادة النواب المحترمون، تهدف أحكام مشروع قانون التصفية لسنة 23 تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لهذه السنة، والذي يمكن اعتباره أول قانون مالية بلمسة سياسية كاملة لهذه الحكومة، حيث استندت في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، وحددت أولوياته في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل وتكريس العدالة المجالية، بالإضافة إلى استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى. وقد تم كما تعلمون جميعا تنفيذ هذا القانون في سياق دولي غير مستقر طبعه استمرار التوترات الجيوسياسية، وترتبت عنه أزمة طاقية وغذائية نتيجة اضطراب سلاسل الإنتاج، هذا بطبيعة الحال إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب بلادنا في شتنبر 2023. على المستوى الدولي، عرفت سنة 23 وبالرغم من ظهور بعض البوادر الإيجابية للاقتصاد الدولي وتراجع معدلات التضخم إلى 6.6% مقابل 8.6 سنة 22، فالنمو أو نمو الاقتصاد العالمي عرف تباطؤا، حيث سجل نسبة 3.5 سنة 23 مقابل 3.6 سنة 22. المستوى الوطني، فقد أبان ولله الحمد الاقتصاد الوطني عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، وكذا قدرته على مواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات كما قلت زلزال الحوز. عكسها بوضوح نجاح المملكة في تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر من نفس السنة، أي مباشرة بعد حدوث زلزال الحوز. وهكذا، ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة بتعليمات ملكية سامية مجموعة من التدابير الاستباقية التي تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من وطأة معدلات التضخم ودعم المؤسسات والقطاعات المتضررة، بالإضافة إلى مواكبة الأسر المنكوبة من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل لمناطق الحوز، بالموازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المعتمدة وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 23، وهي إجراءات تعكس مرة أخرى بوضوح الوعي الجماعي بكون استهداف التوازن بين الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات الأزمة أو الأزمات المتتالية والالتزام بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى يبقى السبيل الأنجع لتدبير المالية العمومية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي عادل وتوزيعه بشكل متوازن على الصعيدين المجالي والاجتماعي، ليعزز بذلك زخم التحولات التي تعرفها بلادنا خلال العقدين الأخيرين، ويضاعف أثرها الإيجابي على المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات. السيدات والسادة النواب المحترمون، على مستوى المؤشرات الاقتصادية تميزت حصيلة سنة 23 بالتحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو، حيث سجل نسبة 3.7% مقابل 1.8% فقط سنة 22، وذلك بفضل التطور المهم الذي شهدته القيمة المضافة للأنشطة الغير الفلاحية بتحقيقها نسبة 3.7%، إضافة إلى الانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.5%. كما سجل العجز التجاري انخفاضا قدره 7.5%، لا سيما بفضل الأداء الجيد للصادرات، وهو ما ساهم إلى جانب انتعاش عائدات السياحة واستمرار دينامية تحويلات مغاربة العالم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة للمملكة بمقدار 21.8 مليار درهم، أي بنسبة 6.4% مقارنة مع سنة 22، وهو ما يعادل ولله الحمد 5 أشهر و12 يوما من واردات السلع والخدمات. أما على مستوى المؤشرات المالية فقد تم تحقيق عجز في حدود 4.3% مقارنة مع 4.5% اللي كنا صوتنا عليها في مشروع قانون المالية، أي أثناء التنفيذ نتاع قانون المالية لسنة 23 تم خفض هذا العجز ب0.2 مقارنة مع كما قلت العجز المستهدف أثناء التصويت على قانون المالي، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام بما قدره 2.7 نقاط مئوية، لتستقر نسبة المديونية في حدود 68.7%. وهذا المنحى إن شاء الله غادي نشوفوه شفناه في سنة 24 يستمر في هذا المنحى التنازلي في سنة 24 وفي سنة 25 إن شاء الله، مقابل 71.4% سنة 22. وتؤكد هذه الحصيلة مضي الحكومة كما سطرته مسبقا في خيارها الرامي إلى ضبط عجز الميزانية في حدود 3% مع نهاية الولاية إن شاء الله، وبالتالي المحافظة على الاستدامة المالية لبلادنا. وللتذكير فقد تم تحقيق هذه النتائج بفضل التتبع الدقيق للنفقات من جهة، وذلك بما يضمن التنفيذ الأمثل لمختلف الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، ومن جهة أخرى
بفضل التطور الإيجابي الذي عرفته الموارد خاصة الجبائية نتيجة الإصلاحات التي صادقتم عليها وأنتم مشكورون على ذلك مسبقا. وهذا المنح الإيجابي الذي عرفته المداخيل الجبائية كان مسجلا أو سجلتناه على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسوم الداخلية على الاستهلاك من قبيل تطبيق الخصم من المنبع ومراجعة نظام فرض الضرائب على الإيرادات العقارية والنظام الضريبي الجديد على عقود التأمينات التعاقدية. السيدات والسادة النواب المحترمون، بالنظر إلى كافة المعطيات أو هذه المعطيات جاءت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023 بشكل عام على الشكل التالي: على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532.9 مليار درهم. فيما يخص الحسابات الخصوصية فقد بلغت النفقات المنجزة 151.67 مليار درهم مقابل تحصيل 181.58 مليار درهم. بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2.33 مليار درهم، كما سجلت نفقات الاستثمار 317.61 مليون درهم. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 23 زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13.94 مليار درهم. ومن جانب آخر فقد مكن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج من تطوير الأدوات التنظيمية والتدبيرية التي يعتمدها لا سيما ميثاق التدبير ومنظومة ميثاق التدبير والنظم المعلوماتية والواحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، وهو التطور الذي سجله كل من المجلس الأعلى للحسابات وتدخلات السيدات والسادة النواب أثناء هذه المناقشة. وبالرغم من مجموعة من المعيقات التي لا تزال تعرفها تنزيل هذا الإصلاح، سنعمل جميعا إن شاء الله للرفع من هذه النجاعة ومن جعل نجاعة الأداء هدفنا جميعا. تلكم أبرز المعطيات المرتبطة بمشروع قانون التصفية المتعلق بسنة 23. شكرا على اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد الوزير. إذن تم توزيع التقرير الذي أعده السيد النائب حسين أيتو الحيان، ويضمن هذا التقرير بمحضر هذه الجلسة. نمر الآن للمناقشة العامة. المتدخلون فريق التجمع الوطني الأحرار النائب المحترم السي علاء الدين البحراوي في حدود 12 دقيقة.